ازاي المدرب يقول الكلام ده على امام عاشور في التمرين دلوقتي يا جدعان؟ مدرب الاهلي بيولع الدنيا كلها في التمرين دلوقتي حالا، وبيقول كلام غريب جدا على امام عاشور، وبيوري اللعيبه العين الحمراء. يا جماعه مبدئيا كده مدرب الاهلي دخل التمرين عادي جدا ووقف التمرين وقال للعيبه كده بالحرف: بصوا يا رجاله، انتوا طبعا عرفتوا موضوع امام عاشور والعقوبه اللي نزلت عليه والايقاف وكل حاجه. انا عايزكم بس تركنوا الكلام ده على جنب. انا عايز بس اقول لكم كلمتين مبدئيا كده. الكلام ده كله على جنب، وانا اللي بتحمل اي حاجه خارج الملعب، لكن احنا جايين هنا عايزين نركز في المباراه ومحدش يشغل باله باي حد خارج المباراه. وامام عاشور مستبعد، وامام عاشور عليه غرامه، امام عاشور عليه ايقاف، عليه كل حاجه، محدش ليه دعوه هنا في الملعب. وانا عندي رجاله وما عنديش اللاعب الواحد، انا عندي كل اللعيبه، عندي واحد. ومبدئيا كده انا كمان جاي اقول لكم كلمتين جوايا. زيزو انت جاي بمبلغ عالي جدا، يعني من الاخر كده انا ما بحطش في دماغي اي مبلغ. لو ادائك مش كويس في الملعب هتقعد على الدكه او هطلعك بره القايمه. انا هنا ما بتكلمش على زيزو لوحده، انا بتكلم على تريزيجيه كابتن من كباتن النادي، وكمان جاي بمبلغ عالي جدا. لو لقيته اداؤه مش كويس في الملعب هطلعه على الدكه او هطلعه بره. اليو ديانج لحد دلوقتي ما جددش عقده، لو ما حسمش موقفه من التجديد مش هيلعب معايا ومش هياخد فرص الفتره اللي جايه. انا جاي اقول لكم من الاخر كده، انتوا هتشوفوا يعني مني شكل الفتره اللي جايه غير الشكل اللي انتوا اتعودتوا عليه، عشان انا شايف ان في بعض اللعيبه خدت ان انا مصاحبهم بطريقه يعني دلع، وبطريقه ما يصحش انها تكون في النادي الاهلي. فانا هكون الفتره اللي جايه حاسم جدا مع اللعيبه كلها. ان النهارده معناش امام عاشور، انا عندي بن رمضان، انا عندي كل اللعيبه واحد. انا عندي اللي ما يقومش بيه امام عاشور يقوم بيه بن رمضان، اللي يقوم بيه بن رمضان ما يقومش بيه امام عاشور. خلاص انا عندي كل اللعيبه واحد، وعندي كل اللعيبه شبه بعض. فاللي هيشوف نفسه على الفريق، او اللي هيشوف نفسه اكبر من الفريق، او هيتعالى على الفريق، ملوش مكان معايا. وهيشوف مني معامله الفتره اللي جايه، معامله غير المعامله اللي كنت بعملها له الفتره اللي فاتت. مبدئيا كده احنا جايين هنا نركز في الماتش بتاعنا اللي هنلعبه. لو لقيت اي لعيب منكم مش راجل في الملعب وما بيأديش اللي انا بقول له عليه، مش هيكون ليه دور ومش هيكون ليه مكان تاني في الفريق معايا. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه مدرب النادي الاهلي عنده حق في الكلام اللي قاله، وانه فعلا هيوري اللعيبه العين الحمراء، وهيوري اللعيبه معامله تاني جدا. وعنده حق في كلامه على امام عاشور انه هيركنه، واي لاعب هيشوف نفسه على النادي الاهلي ملوش مكان معاه ولا لا. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه امام عاشور عنده حق ولا المدرب اللي عنده حق؟